تخيل معايا تدخل غرفة ضلمة في إحدى المتاحف وتلاقي تابوت جواه جثة مش عادية خالص. الجثة ديت مش نايمة في سلام زي باقي المومياوات، لأ، دي بتصرخ ووشها متشنج وعينيها متوسعة وكأنها بتصرخ من الرعب وهي بتموت. المنظر مرعب جدا، مرعب لدرجة إن أول حد شافها قال إن الجثة ديت ماتت وهي بتتعذب، ولقوا الجثة ديت ملفوفة جوه جلد الماعز، وجلد الماعز معروف في الحضارة المصرية إنه جلد غير طاهر، والناس هنا سموها المومياء الصارخة وسابوا حواليها علامات استفهام كتيرة، لكن اللي محدش كان عارف هو مين الشخص ده وليه مات بالطريقة ديت وليه مدفون بالشكل ده. والغريب إن مفيش أي نقوش على التابوت بتاعه، وفضل الأمر على كده فترة كبيرة من الزمن، لكن العلماء اكتشفوا إن الجثة ديت بتخص أمير ملكي، أمير ملكي ومدفون بالطريقة ديت. أيوة، لأن الأمير الملكي ده كان متهم في أكبر جريمة اغتيال في التاريخ المصري القديم، جريمة قتل أبوه الملك رمسيس الثالث. قصتنا النهاردة مش بس قصة خيانة، دي مأساة ملكية بكل المقاييس، يعني ابن خان أبوه وزوجة خانت زوجها، وملوك بتغدر ببعض علشان السلطة، وحضارة عظيمة بتسجل كل اللي بيحصل حتى الخيانة. فتعالوا بقى بينا نعرف قصة الأمير اللي تآمر على أبوه الملك، وليه كانت نهايته بالشكل ده، وليه هو بيصرخ كده. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. القصة بدأت في أواخر عهد الملك رمسيس الثالث، وده واحد من أعظم الملوك في تاريخ مصر الفرعونية، وقدر يحافظ على مصر وقت كان حواليها الممالك بتنهار واحدة ورا التانية. الملك ده ما كانش عادي، ده كان محارب على حق، وخاض معارك كتيرة ضد قبائل مرعبة، وله إسهامات كتيرة في بناء الدولة المصرية، وكان بيهتم بالجيش والزراعة والمعابد. يعني إحنا مش بنتكلم على ملك عادي، ده إحنا بنتكلم على ملك عظيم بمعنى الكلمة. ورغم كل العظمة ديت، المؤامرة جاتنه من أقرب الناس له، ما هو دايما الوجع بيجيلك من أقرب الناس ليه. مراته وابنه الاتنين اتأمروا عليه. الملك ده كان له أكتر من زوجة وأكتر من ابن، ومنهم زوجته الملكة تي اللي كانت بتحاول بكل الطرق إنها تخلي ابنها الأمير بنطاغور هو الوريث الشرعي للحكم بدل من الأمير الأول رمسيس الرابع ابن الزوجة التالية. الملكة تي دخلت في مؤامرة كبيرة اتعرفت في التاريخ باسم مؤامرة الحريم، وجمعت عدد من حريم القصر والكهنة وضباط الجيش علشان تنفذ خطة اغتيال الملك رمسيس الثالث داخل القصر اللي هو جوزها وأبو ابنها. الطمع كلاها تتفق مع ابنها والحاشية اللي حواليها إنهم يقتلوا الملك رمسيس الثالث، لكن اللي ما حدش متوقعه إن المؤامرة اتكشفت، وتفاصيل الجريمة اللي حصلت اتسجلت في بردية مشهورة اسمها بردية مؤامرة الحريم. البردية ديت وصفت كتير من المؤامرة اللي حصلت، بس البردية ديت مش بتعرفنا إذا كان الملك اتقتل ولا لا. وبعد فترة لما علماء الآثار عملوا أشعة على مومياء الملك رمسيس الثالث، اكتشفوا إن في جرح عميق في رقبته، والجرح ده ما كانش جرح عادي، ده كان قطع كامل للحنجرة، والقطع ده هو كان السبب في وفاة الملك. يعني باختصار الملك فعلا اتقتل. وبعد الجريمة بدأت المحاكمة، وكان عدد المتهمين حوالي 40 شخص، والمحاكمة كانت صارمة جدا، واللي اتثبت عليه التهمة كان مصيره الموت، وفيهم اللي تم إجباره على الانتحار، يعني يموت نفسه بنفسه. وكل واحد اشترك في الجريمة ديت كانت نهايته بشعة، بس أهم واحد فيهم هو بطل قصتنا اللي بنتكلم عليها النهاردة، وهو الأمير بنطاغور ابن الملك اللي اتهموه إنه شارك في المؤامرة ضد أبوه. ورغم إن اسمه مش مكتوب في البردية، لكن اتكتب إنه أجبر على الانتحار، أو بمعنى آخر أجبروه إنه يشرب السم بنفسه كنوع من الانتحار الإجباري، وده لحماية شرف العيلة الملكية. المومياء بتاعة الأمير بنطاغور اتدفنت بدون طقوس جنائزية وبدون التحنيط المتعارف عليه عند الفراعنة في الوقت ده،
لدرجة إنهم لفوه بجلد الماعز واللي كان بيرمز للنجاسة عند الفراعنة، واللي بيتلفر الجلد ده معناه إنه محروم من الحياة الأبدية. والصرخات اللي لقوها على وش المومياء بتقول إن المومياء ديت كانت بتتعذب قبل الموت وتحنط على الهيئة اللي مات عليها، وده كنوع من العقاب والعذاب. وتقريبا الصرخة اللي كانت على وش المومياء غالبا بسبب السم اللي شربه أو طريقة موته الغير طبيعية. وعلى غير عادة للقدماء المصريين في دفن المومياوات، فالمومياء ديت كانت مدفونة في زاوية ومفيش حواليها لا تابوت ملكي ولا حتى تماثيل ولا أي مظاهر تكريم. بس الغريب إن المومياء ديت بعد ما ظلت مجهولة لعدة سنوات، إلا إن تحليل DNA أثبت فعلا إن الجثة ديت تخص ابن الملك رمسيس الثالث، وتأكدوا فعلا إن الجثة ديت تخص الأمير اللي شارك في المؤامرة ضد أبوه، وإنها اتدفنت وهي بتصرخ كده كدلالة على العذاب اللي تعرضت له قبل الموت. وبس كده، ومن بقى وصل لحد هنا، اللي وصل لحد هنا يا ريت ما ينساش يعمل لايك للفيديو.